ازيكم؟ ايه الاخبار؟ بعد ما نزلت فيديو عن اسعار الاكل في المانيا ناس كتير جدا عجبها الفيديو وحمسوني، وانا الصراحه اتحمست. تعالوا بقى المره دي اوريكم اسعار الحاجات الاساسيه للنظافه في اي بيت. وبما اننا هنبقى في محل اسمه دي ام مشهور جدا هنا في المانيا وحتى ممكن يبقى مشهور في مصر، فمشهور برضو بادوات التجميل سواء بقى للبنات وادوات الهايجين سواء للرجاله. فتعالوا اوريكم الاسعار وايه الحاجات الاساسيه اللي ممكن تشتروها منه. ليتس جو. زي ما عملنا الفيديو اللي فات هنبتدي نقول اسعار الحاجات الاساسيه لاي بيت، وزي ما اتفقنا في شركات وبراندات، ففي طبعا اسعار متفاوته، فاحنا هنقول المينيمم عشان تبقى عارف المينيمم اللي هتدفعه في بيتك قد ايه. والبيت عندي فاضي فمضطر اشتري شويه حاجات، عشان كده عملت الفيديو ده. البيت عندي فاضي خالص، مفيش حتى صابون الايد يعني. فيلا بينا نشوف ايه الحاجات الاساسيه ممكن نجيبها، ولو في حاجات رفاهيات هبقى اقول لكم عليها او اسعارها برضه. فتعالى نبتدي الاول بالصابون عشان ما عنديش صابون في البيت اغسل بايدي. في المانيا الصابون السائل منتشر، مش زي عندنا الصابون بتاع الايد ده. دي سعرها 95 سنت. الصابون بتاع الايد ده بتاع مصر ده عامل 75 سنت، بس ده مش منتشر قوي يعني، قليل قوي اللي بيستخدموه. زي ما قلت لكم طبعا اسعار متفاوته، وفي حاجات الكواليتي بتاعتها اعلى بكتير. بس انا يعني مش بهتم قوي بحوار الصابون السائل ده، فبجيب حاجه متوسطه مثلا ب 2 يورو مثلا. تعال نجيب ده بيورو وربع. بما اننا في قسم الصابون، فطبعا الصابون بتاع المواعين ده عامل 95 سنت. طبعا الفقرة لازم يوطوا تحت الحاجة، ويورو لازم تنزل لها الحاجة الغالية فوق. الميزة بقى ان هنا يعني حتى بصوا ده بتاع الاسطح اللي هو بتاع الحنفيات وكده برضو مش عارف باين 95 سنت. هنا معظم الحاجات هتلاقوها كلها ب 95 سنت، 95 كل حاجة بيورو، كل حاجة بيورو. طبعا ده المينيمم. طبعا في حاجات مثلا زي معطر اللبس بتاع الغسالة، ده عامل 2 يورو ونص. فالحاجات دي طبعا عشان حجمها كبير فبتقعد فترة يعني. فكده قلنا المعطر. تعالوا اوريكم بقى ال- المنظف ذات نفسه. المنظف ده عشان في واحد قال لي انت ما بتوريناش البرودكت. المنظف اهو، ده عامل 4 ونص. ده طبعا بيقعد كام غسلة؟ 22 غسلة. فده ممكن يقعد معاك شهرين ولا حاجة. من الحاجات الأساسية اللي هتضطر تستخدمها وما توصل ألمانيا، بلاش نذكر الأسباب، وهي المناديل. الرزمة دي فيها 8 ب3 يورو. ليتس جو. من الحاجات المهمة برضو للمطبخ سفنجة المواعين، 65 سنت. برضو بحب أجيب قماش للمطبخ، حتة أمسح بيها، 95 سنت. زي ما قلتلكوا الأسعار لذيذة يعني. السلك مواعين، سلك مواعين برضو مهم. تعالى نرمي ده بس في العربية. سلك مواعين هتلاقيه برضو بيورو أو حاجة زي كده، بس أنا هدور عليه وهلاقيه إن شاء الله. لقيته مستخبي، 95 سنت برضو. كل حاجة أقل من يورو يعني. طبعا زي ما قلتلكوا ده المينيمم يعني. برضو من الحاجات المهمة بتاع الهوا. خلينا نجيب ده 95 سنت، مش عارف هنا لأ، 95 سنت. الحاجات دي أساسية. برضو ده بقى بتاع الاير فراير، ده عامل في منه، ده عامل 2 يورو، بس انا بجيبه بيورو برضو، بس من محل بقى سوبر ماركت العادي، فمش هجيبه من هنا. من الحاجات برضو اللي هتكتشف اهميتها الشيء ده، بيخلي الحمام ريحته حلوه. فدي مهمه بالذات كمان لو انت عايش في بيجي. البيجي ده سكن مشترك، ان انت مثلا كل واحد ليه اوضته ومشتركين مثلا في الحمام والمطبخ. انا طبعا ما جربتش الحوار ده الحمد لله. ما سكنت في سكن الجامعه كان الحمام بتاعي لوحدي، وما روحت الشقه اللي انا فيها دلوقتي دي الشقه كلها لوحدي يعني، فالموضوع ده ما حسيتش بمعاناته يعني. طبعا ده ملناش دعوه بيه، بس ده للاباء. الباكت بامبرز ده للاطفال فيه 22 بامبرز، 5 يورو. المشاكل مش بتاعتنا، خلينا احنا في اوضاعنا الحاليه. الواحد في وضع سنجل وبائس، الحمد لله رضا. فخلاص دلوقتي خلصنا قسم المنظفات واشترينا الحاجة اللي أنا كنت جاي عشانها. نبتدي بقى في أدوات التجميل.
اول حاجه طبعا في حاجات التجميل للرجاله، مكان الحلاقه. طبعا في حاجات بتوصل 20 30 يورو، مكان نضيف جدا. بس طبعا زي ما قلت لكم بيحطوا الاوبشن الحاجات الرخيصه. ده الاربعه ب2 يورو. تعالوا اوريكم حاجات برضو مهمه زي مزيل العرق. صراحه مزيل العرق ده لذيذ، ده تبع دي ام ذات نفسه، عامل اقل من يورو. الميزه بقى ان انت طبعا زي ما قلت لكم في اكس الحاجات الطبيعيه. في اولد سبايس ده جامد الصراحه، بحبه. فتعالى نجيب كده اولد سبايس، انا بحب الاولد سبايس. وفي زي ما قلت لكم برضو الدوش جل عامل نص يورو. الدوش جل ده عامل نص يورو. معجون السنان اقل حاجه 2 يورو. تعالى نجيب واحد لان اللي عندي خلص. في اللي هو اسمه ايه، غسول البق، عامل 3.5 يورو. ده برضو حلو، كنت بجيبه بالذات الناس اللي عامله تقويم او بيطلع لها حاجات في بقها. فرش السنان بتبتدي من اول 75 سنت. في زي ما قلت لكم طبعا البراندات وفي كل حاجه. انا عندي فرش سنان، كان معجون السنان بس اللي خلص. طبعا بقى منتجات الشعر والتجميل بحر، يعني مش عارفه اجيب لكم ايه ولا ايه ولا ايه. فانا عايز اجيب كريم لشعري. طبعا دي ام ده حلم اي بنت في مصر ان هي تيجي هنا، مش هتخلص من كتر الشراء. زي ما الحاجات الاساسيه اللي انا وريتها لكم بتبقى مينيمم يورو، هنا بقى منتجات التجميل بتبقى في افريج 5 يورو. يعني مثلا تلاقيها مثلا 3.95 6 يورو، هتلاقي الافريج 5 يورو، المتوسط بتاعها 5 يورو. انت اي حاجه هتفكر تجيبها هتبقى متوسط 5 يورو. انا بفكر اجيب بنتين ده بالكرياتين عشان شعري يظبط شويه، بيطلع عيني في شعري ده والله. وبفكر اجيب شامبو برضو، يكون برضو في حدود 2 3 يورو. فكرة كمان ان انت بتجرب لغايه ما تلاقي حاجه تظبط مع شعرك. بقى السكشن ده حلم البنات كلها ادوات التجميل. ما اعرفش الصراحه الاسعار دي كويسه ولا لا، بس مشهور قوي حوار دي ام بالمنتجات اللي هنا دي. يعني انا اختي لو عرفت ان انا نازل مصر بقى مش هتحلني المنتجات اللي هنا الصراحه اسعارها برضه كويسه والكواليتي بتاعتها حلو. فخلاص فاضل 10 دقايق. هبص كده لو في اي حاجه بالنسبه لي يعني محتاجه للبيت هجيبها ونحاسب. من الحاجات برضو المهمه جدا، يعني عارف ان انتوا مش الثقافه المصريه مش مهمه، بس دي مهمه جدا لما تيجي هنا. ده زي ليبستيك كير للشفايف، ده مهم جدا في الشتاء. الشفايف بتتبهدل يعني، بتتقشف وبتعور. ده عامل يورو ونص. طبعا بقى في منتجات كتير للوش. بصراحة بحب أجرب برضو زي ما قلت لكم الحاجات التجميل دي بتبقى في حدود متوسط 5 يورو. الصن بلوك عامل برضو في حدود متوسط 3 يورو، أقل حاجة 2 يورو وربع. نروح نحاسب بقى. بس فلحقت اشتري حاجة في آخر دقيقة. طبعا دلوقتي الساعة 8 كل حاجة قفلت. الحاجة كلفتني في حدود 20 يورو. زي ما وريتكم كنت أول ما تيجوا ألمانيا ممكن تمشوا نفسكم بحاجات ب1 يورو يعني. هم عاملين اوبشن لذيذ الصراحه ان انت فعلا تقدر تجيب لنفسك فيه ب1 يورو. وبعد كده لما ربنا يكرمك بقى ومستواك المادي يزيد بتقدر بقى تشتري الحاجات البراندات وتشتري الحاجات اللي نفسك فيها. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. الفيديو كان قصير الصراحه، بس يعني ده كانت الحاجات الاساسيه. ولو عجبك اعمل فولو على الانستجرام، بتكلم عن السفر، والانستجرام الاكونت اللي بتكلم عن الجيم. وما تنساش طبعا السبسكرايب الجميل، علشان ممكن بقى ابتدي اعمل فيديوهات اوريكم الاجهزه الالكترونيه، ولو جت الفرصه اوريكم اسعار العربيات في المانيا. وتشاو.